تقبل حياتك كما هي، ولا تفترض ان في شيء فاتك. حياتك محتاجة انك تعيشها زي ما هي بدون شروط. ما تبحثش عن الكمالية، ما تنتظرش ان شيء يحصل او تندم على شيء فات زمان عشان تعيش حياتك. طالما انك بتتنفس يبقى انت حي، لازم تعيش حياتك في وقتها. اتعامل مع كل الاشخاص اللي حولك زي ما هم، ما تترقبش وما تنتظرش ان هم يتغيروا. كل واحد بطبيعته وبحياته، لكن اللي بيتغير وبيتطور وبيتعدل هو انت. لما تعيش حياتك وانت راضي باللي انت وصلت له ايا كان، هتقدر تعيش في سلام، وتقدر تحط الاسس اللي بيها ان شاء الله تصبح احسن، تكتشف قدراتك وامكانياتك. مفيش حاجة اسمها مستحيل، ومفيش حاجة اسمها انا مش قادر. ربنا طالما خلقك يبقى اعطاك القدرة واعطاك الارادة، لكن انت ممكن تكون ما اكتشفتهاش، ممكن تكون موجودة جواك لكنك ما شفتهاش. انت تستحق انك تعيش حياة كريمة في سلام. قدر نفسك، قدر نفسك عشان اللي حواليك يقدروك. نفسك هي الأهم. تقديرك لذاتك هو أهم من إنك تحط سعادتك على غيرك، على مصدر خارجي بعيد عنك. أنت اللي بتصنع السعادة، مش هي اللي بتصنعك. عزيزي المكرم من رب العالمين، عزيزي المتأثر بماضيه، انتقل من دور الحزين والمتشتت لدورك الحقيقي، إنك مسؤول عن حياتك. انتقل من تفكيرك في الخارج والمحيط بيك والمسؤوليات الخارجية واللوم على غيرك، إلى إنك تعرف نفسك أكتر فتحسنها وتعدلها وتترقى بيها وتزكيها. وفي النهاية هتعرف إن أنت محتاج فقط إنك تقدر ذاتك بوعي، وبعد كده هتلاقي الدنيا كلها بتفتح دراعاتها ليك طالما جواك عارف قدر نفسك. انت انسان مكرم، جعلك الله خليفة في الارض. عيش دورك الحقيقي، كن انت، عيش بوعي، عيش بإيجابية، عيش بسعادة. تحياتي وامتناني، تامر عبد الشافي.